من اسهل واجمل الكيكات اللي ممكن تعمليها، ويا سلام بقى لو عملتيها كده في الاحتفال السنه الجديده. ربنا يجعلها كده سنه سعيده علينا، اللهم امين. يلا بينا نشوف الطريقه ازاي، سهله جدا وبسيطه وحلوه وطعمها حكايه. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. تعالوا نسمي الله ونشوف مقاديرنا عباره عن ايه. معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وحطيت عليها كمان رشة من الفانيليا، ونزلت بكوباية من السكر. وطبعا ضربت البيض مع الفانيليا الاول ضرب حلو كده، وبعد كده ضربتهم مع السكر لغاية ما اللون بتاعهم بقى باللون الابيض ده كده، فتحت كده معايا. الخطوة دي مهمة جدا كده في طراوة الكيك. بعد كده نزلت بنص كوباية من الزيت، وبرضو ضربتها كويس جدا. وبعد كده ضفت كوباية من اللبن او الحليب على حسب ما بتسموه عندكم وكده. تمام. بعد كده برضو هضربهم كويس جدا. طبعا مسألة الضرب دي مهمة جدا جدا علشان القوام كده يبقى معانا في الاخر، يعني ايه يبقى متجانس كده، وكل حاجة معانا يعني اخده وقتها الكافي في الضرب ومظبوطة معانا. بعد كده ضفت 3 معالق كبار من الكاكاو منخولين، وهبتدي ان انا بالمضرب الكهربائي كده على الهادي خالص من قبل، يعني هقلبه من غير ما افتحه الاول علشان كل ده ما يتطيرش. وبعد كده هشتغل بالمضرب عادي جدا وهضربهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده جبت 2.25 كوباية من الدقيق، هنخلهم بالشكل ده عشان ما يبقاش في اي تكتلات في الخليط. بعد كده بس بالشكل ده كده يا بنات، لازم اهم حاجة ان احنا ننخل الدقيق كده. نخلت الكوبايتين الا ربع، وبعد كده حطيت عليه الكيس البيكنج باودر، وكمان هضيف عليهم رشة من الملح، وهديهم تقليبة حلوة كده مع بعض. الاول المواد الجافة كده مع بعض الاول، وبعد كده هضيف على الخليط السائل يعني ايه كم معلقة كده. مش هنزل بيهم مرة واحدة، يعني 3-4 معالق واقلب، وبعد كده 3-4 معالق واقلب لغاية ما اخلص الدقيق معايا كله، علشان الخطوة دي مهمة جدا جدا كده في يعني طراوة الكيك بعد كده. بصراحة النتيجة دي حلوة جدا جدا، وبتخلي الكيك بعد كده يعني بصوا خطيرة كده وهشة وطرية. فهتشوفوا معايا الوقت الدنيا عاملة ازاي. اهم حاجة بقى التقليب الاخير ده بالويسك كده، علشان ما ينفعش طبعا نعملها بالمضرب الكهربائي، وعلى الهادي خالص كده نقلبها بالراحة. بعد كده جبت الصينية دي المقاس اللي هو الكبير في الطقم ده، وعملتها بالفرشة كده بالزيت، وبعد كده نزلت بالخليط بالشكل ده كده. شايفين بقى الجمال؟ بصوا خطيرة الريحة، بس من قبل ما تدخل الفرن كانت فظيعة. هنزل بالخليط كله بالشكل ده. شايفين بقى الهوا عامل فيها ازاي؟ بجد تحفة الطريقة دي. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد معاكي 30 دقيقة، طبعا حسب البوتاجاز عندك ودرجة الحرارة والكلام ده كله، طبعا هتختبريها. وبس كده يا بنات، كانت معايا بالشكل اللي شفتوه ده. بعد كده بقى مش هطلعها على طول، يعني هقفل عليها النار وكده، وهسيب الباب مفتوح بحيث ان لما اخرجها مرة واحدة ما تاخدش صدمة، فاهمين؟ وتقوم ايه تهبط معايا. تمام كده. هديت عليها كده الاول تبقى واحدة واحدة، يعني قفلت عليها النار، وبعد كده سبت الباب مفتوح يعني ربع ساعة وكده، اقوم مطلعاها واسيبها بره بقى في درجة الحرارة بتاعة المطبخ عادي بقى تبرد معايا خالص. تعالوا بعد كده نعمل الكريم شانتيه. معايا يا بنات كوباية من اللبن، عليهم 4 معالق كبار كده من السكر. هقلبهم مع بعض الاول وادوب السكر الاول كويس. بعد كده هضيف عليه كوباية الا ربع من الكريم شانتيه، وبعد كده هديهم بقى ضربة حلوة كده كويسة بالمضرب الكهربائي،
وبقت معايا بالقوام ده. طبعا حسب الكريمه معاكي، ممكن الكريمه تبقى معاكي تقيله جدا، تبقي حابه مثلا تعمليها كده. لو حسيتي او مش حابه تزودي شويه لبن عادي جدا. وفي الاخر خالص ضفت عليها معلقه من الكاكاو. تمام، برضو نخلت المعلقه كويس كده علشان ما يبقاش في الكريم شانتيه في اي تكتلات من الكاكاو، لا تبقى مظبوطه كده معايا. بعد كده جبت نص كوبايه من اللبن، حطيت معلقه صغيره من السكر، عليهم كمان معلقه صغيره من الكاكاو. تمام، قلبتهم مع بعض كده. وبعد كده جبت فرشة وبدأت ان انا اسقي الكيك بالشكل ده كده، بحيث ان الكيك كلها يعني شاربة من الخليط ده. بس كده. وطبعا ده بعد ما تبرد تماما اقوم سقيها بالخليط الجميل ده كده، يديها طعم وطراوة خطيرة. ودخلتها التلاجة. وبعد كده بقى جبت بقى الكريم شانتيه وبدأت ان انا اوزع على الكيك بالشكل ده بالكيس الحلواني واظبط كده. احلى حاجة في الكيس ده ان هو بيبقى مساوي معايا الكريمة بعد كده، يعني ما تلاقيش بقى طبقة، يعني مكان عالي ومكان يعني ايه مفيش كريمة فيه قد التاني. بيبقى كده الصينية متساوية معايا وبتبقى زي الفل كده. وبصوا حاجة يعني مفيش بعد كده. خلاص كده سويتها. هبتدي بس ان انا كده انضف الجوانب بتاعة الصينية من الكريمة عشان تبقى برضو شكلها حلو في النهاية. بس كده يا بنات دخلتها بقى التلاجة. دي كده خطوة برضو مهمة عشان الكريمة معايا تشد، علشان الخطوة اللي بعد كده. تمام، بعد كده جبت الشوكولاتة دريم، قطعتها بالشكل ده كده علشان احطها على حمام بخار ولغاية ما تسيح معايا. وبعد كده هنزل عليها باللبن. حاولت ان انا اقطعها برضو على صغير اكتر عشان تدوب معايا بسرعة. جبت نص كوباية من اللبن الساخن وهبتدي ان انا اقلبها كويس، طبعا علشان احنا في الشتاء فمش هتدوب بسرعة يعني، واللبن كمان هيبرد في ساعتها. فحطيتها على حمام بخار لغاية ما الشوكولاتة دابت معايا خالص. طيب بعد كده جبت ربع كوباية من المية السخنة ونزلت عليها بالمعلقة كبيرة من الجيلاتين، يعني معلقة كده ممسوحة. تمام، وقلبتهم مع بعض كويس جدا جدا. وبرضو لو لقيتيها لسه فيها حبيبات كده وما دابتش كويس حطيها على حمام بخار لغاية ما تدوب معاكي. وبعد كده جبت طبعا هتكون الشوكولاتة تستني الصوص اللي احنا عملناه مع بعض، الشوكولاتة باللبن تكون بردت. هنزل عليها بالجيلاتين وهو ساخن كده. تمام، هو لسه سخن. هنزل عليها وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده طلعت الكيكة طبعا من التلاجة، كانت الكريمة شدت معايا. هنزل عليها بالصوص الخطير ده. شايفين بقى الجمال؟ بس كده شايفين بكل سهولة. شكلها حلو جدا ومدية لمعة كويسة خالص، والطعم في الاخر خطير. هدخلها التلاجة لغاية ما الشوكولاتة تمسك معايا. وطبعا عشان انا كنت مستعجلة فيا دوبك بس شدت حاجة بسيطة كده، طلعتها. وبالكيس الحلواني بدأت ان انا اعمل الروزيتات بالشكل ده، طبعا الشكل اللي بتحبيه والشكل اللي انتي تفضليه. بس كده حطيت بس يعني روزيتات خفيفة كده من الجناب وبس. كانت تفاصيلها بسيطة خالص بس شكلها في الاخر حلو كده ورقيق. واهم حاجة برضو ان الشكل يبقى حلو كمان الطعم، طبعا ده حاجة اكيد. جبت بقى كان مكعبين من الشوكولاتة كنت سايباهم على جنب من الشوكولاتة زي ما شفتم في الاول خالص. جبتها وبدأت ان انا بشرتها بالشكل ده، وفي جزء منها قطعتها بالسكينة عشان تبقى قطع كده. تمام، ووزعتها على الكيك بالشكل ده. شايفين بقى الجمال؟ حاجة كده خطيرة وشوكولاتة في شوكولاتة. يعني فين بقى اللي بيحبوا الشوكولاتة هيحبوا الكارثة دي. وكان عندي شوكولات شيبس بدأت برضو ان انا يعني حطيت عليها بالشكل ده. بصوا خطيرة. وطبعا بقى التزيين حسب ما تحبي زي ما قلنا. وكان عندي هنا التوت اللي بالشكل ده كده، حطيت اللي هو اللون الاحمر. وبس كده تفاصيل كده بسيطة خالص بس ادت لها يعني شكل حلو في الاخر. وكانت معايا بالشكل الجميل ده.
والطعم الخطير ان شاء الله لما تجربوه هتلاقوه. بس كده يا بنات، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.